السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بقلب في الفيديوهات شفت فيديو لكابتن أحمد حسام ميدو، تقريبا كان في برنامج مع مذيعة لبنانية يعني. تعالوا نسمع اللي اتقال ايه ونرجع تاني عشان نشوف احنا الزمن بتاعنا وصل لغاية فين. تناول الخمور حرية شخصية، نعم أم لا؟ نعم. تشرب اوقات اوقات ولا حسب المزاج؟ اوقات لكن ما اشربش في وقت انا عندي فيه شغل. مم. لكن انا شايف ان موضوع الخمور حريه شخصيه، فيها حرمانيه فيها حرمانيه. بس انا اكتر حاجه بحبها عارفه ايه؟ الناس اللي هي بتبرشم وكده وبتقول على اللي بيشرب خمره ان ده حرام. بحبهم قوي اللي بيحششوا وبيشربوا وبيبرشموا، ولما يلاقي واحد بيشرب خمره ده بيشرب خمره، ده خمرجي. بس البرشام والحشيش لا مش ما فيهوش حاجه، حلال. ده عادي، حلال. ده عادي ده ما فيهوش حاجه. ميدو، حاولت تحشش؟ لا عمري. ما جربت الحشيشة؟ ما احبش لا، انه حشرية. ما احبش الدخان وكده، ما احبوش. ايه؟ الدخان يعني مش سجاير انت غير يعني. سجاير، لا لانه لا انت لا بتدخن، انت بتشرب لا سجاير. الجزء بتاع الحشيش. لا ما احبوش. ما فهمش دماغه يعني، ما احبش طيب ليه الخمرة ايه لكن الحشيش لا؟ لا مش بقول ده صح وده غلط وده صح وده آه. غلط، لا لكن انا مزاجك اكثر للخمر اكثر. ما افهمش الحشيش وكده، ما افهموش يعني، جسمي ما يفهموش، ما افهموش ولا مخي يفهمه. طيب شفتوا يا جماعة احنا وصلنا لفين؟ شفتوا احنا وصلنا لايه؟ خمرة والحشيش واشياء اخرى. وانا بشرب خمرة، بشرب خمرة بس مش في وقت الشغل. هو ده بقى، هو ده اللي ماسك لجنة التخطيط في الزمالك. هو ده اللي بيأهلوه عشان يبقى رئيس نادي الزمالك. هو ده اللي هيخرج من تحت ايده نشء صغير، ابني وابنك وابن ده وابن ده، اشبال صغيرة. هو ده اللي هيبصوا له ويقولوا له ايوه فعلا الخمرة كويسة زي ما الرئيس بتاعنا بيشرب. هو ده اللي هتستأمنوه على نادي كبير زي نادي الزمالك. انا ولا بوقع ولا بسخن ولا بعمل ولا بتاع هو انا عارف ان من بعد الدكتور كمال درويش مفيش حد خلقا عالي دخل نادي الزمالك، مسك نادي الزمالك للدرجه دي. خلاص اتكتب علينا يبقى اللي ماسك نادي الزمالك يا اما سباب ولعان وشتام، يا اما يبقى جاهل كرويا ما بيفهمش حاجه في الكوره. طبعا احنا عارفين رجل الاعمال اللي ما علينا الله يحن عليه. يا اما يبقى واحد خمرجي وبيشرب خمره وبيشرب بتاع. لا وبالتريق اقول لك انت عارفه اكتر ناس بيعجبوني مين؟ اللي بيبرشموا ويشدوا وما يعجبهمش الخمره وما يعجبهمش ويتكلموا على ايه، بيعجبوني قوي قوي قوي. طبعا الكلام ده كان اثناء ازمه امير مرتضى، وهو كان بيلقح على امير مرتضى. ده كان شغل تلقيح. هي الناس دي قدوتكم؟ هي الناس دي اللي انتوا بتستأمنوهم على اولادكم ويعني وعلى مستقبل اولادكم؟ هي الناس دي اللي انتوا عايزينهم يبقوا رموز وقدوة لأولادنا؟ هي الناس دي اللي انتوا تستأمنوهم يطلعوا يتكلموا كلامهم يدخل لنا البيوت عن طريق الشاشات؟ احنا بقينا في آخر زمن. ولا والناس دي يعني اللي يجنك ويطير برج من عقلك ان الناس دي هي اللي مش عاجبها كابتن محمود الخطيب، الراجل الأكثر خلقا حتى الآن، أكتر واحد خلقا وأدبا واحتراما، ويعني العيبة عمرها ما طلعت من بقه. يعني أنا متهيألي أنا شفت عصبيات لصالح سليم وشخطه ونطره وحاجات منه. إنما كابتن محمود الخطيب لأ. محمود الخطيب قمة الأدب والأخلاق اللي ممكن تشوفهم في أي إنسان في الدنيا. الراجل ده أنا أستأمن إن ابني أقول له اقعد يا حبيبي اتفرج على الكابتن محمود الخطيب وقلبك زي الحديد، تتعلم. اقعد عشان تتعلم منه طريقة الكلام والأدب في الحوار والأخلاق حتى في المنافسة وحتى في العداء.
في اخلاق وفي ادب، ما يطلعش منه العيب ابدا. استقيموا يرحمكم الله وفوقوا وشوفوا انتوا رايحين فين. والله يسهل لكم لو انتوا عايزين تستمروا في الموضوع ده. يعني احنا لا بنكايد ولا مش عاجبنا، احنا مش لازمنا الحوار اصلا، ده بالعكس، ده يعني انتوا صعبانين علينا. بس للاسف احنا غصب عننا ملطوطين معاكم، لان اولادنا بيقعدوا يتفرجوا على السفه والقرف اللي احنا بنشوفه ده. استقيموا يرحمكم الله.